السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبايبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معانا فيديو بسيط جدا وجميل جدا وكل حاجة حلوة فيه. تمام، من رمضان بقى ما عملناش حلويات. استكفينا بالكحك والبسكوت والحاجات ديت، فطبعا لازم برضو نعمل حاجة حلوة. تمام، عندي ولادي بقى نفسهم ياكلوا حاجة حلوة، نعمل ايه. دورت كده وفحكشت في الفريزر، فلقيت ايه؟ لفيت جلاش. طب ولقيت ايه كمان يا حنان؟ لقيت كيس فيه كنافه حوالي نص كيلو كده. طبعا مخدتش النص كيلو كله، خدنا منه شويه حوالي مج كده. تمام. اه، ما تنسوش بقى اللايك، اوعوا تنسوا اللايك حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك. واللي اول مره يشوف القناه يدخل ويشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسونيش كده بتعليق حلو حبايبي واخواتي. تمام، صلوا على النبي الحبيب واعملوا لايك، اوعوا تنسوا اللايك. تمام، هندخل كده على ايه؟ على الفيديو بتاعنا الجميل الحلو دوت، وهنعمل الشربات بتاع الجلاش بتاعنا الحلو. خدنا كوبايه من السكر، كوبايه كبيره مليانه، وعلى كوبايه ونص من الميه، وعصرة من الليمون، وهنقوم حاطينها على البوتاجاز 10-12 دقيقه وندفع عليها. تمام، معانا حوالي معلقتين كبار من الزبده، ومعايا مج كده من الكنافة اللي انا مسكتها كده، ايه، فرفتها زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت بيهم في طاسة كده ألمونيا، وهبتدي ان انا ايه؟ احمرهم. تمام، احمرهم تحميرة حلوة كده. إيه، انت عايزة تعملي بسمنة مفيش مشكلة، اعملي بسمنة، بس الزبدة بتكون اخف. بس ما تربطيش نفسك، يعني المستحب عندك او الموجود عندك اعملي بيه. زبدة بلدي، زبدة نباتي زي ديت، سمنة، اللي عندك اعملي بيه. تمام، حمرنا كده الايه؟ الكنافة الجميلة دي، الله على الريحة بتاعتها تجنن بصراحة، حلوة جدا. هنحمرها كده. اه، طاسة البطاطس بنت معانا، كنا في الوقت ده بنعمل بطاطس للغدا، بطاطس محمرة. تمام، وعايزين بقى نعمل حاجة حلوة جنب الغدا، فعملنا الصينية بتاعتنا الجميلة الحلوة دي اللي هنشوف طريقتها وهتعجبنا جدا. عندك كنافة ماشي، ما عندكيش استكفي بالمكسرات، ما عندكيش مكسرات، شوية سكر وعليهم حبة قرفة، وهنحشي الجلاش بتاعنا. مش عايزة ده ولا ده ولا ده، وعايزة تعمليه سادة، مفيش مشكلة، هتعدي برضو. عندنا بقى ايه؟ وسط الهند اللي هو البشر دوت، وزبيب وسوداني من ايام رمضان، ايام رمضان الجميلة اللي كانت كلها خير وبركة. تمام، كل الحاجات دي موجودة عندنا، بواقي طبعا من اللي فضل من الشهر الكريم. هنقلب كل ده كده على بعض، وهنجيب معلقة من عسل النحل، عسل الابيض. ما عندكيش حطي من شربات الكنافة، واحنا برضو في الوصفة دي هنحط من شربات الكنافة. انا حطيت معلقة من العسل علشان يثبت لي الحشوة، ما يخليهاش ايه؟ تتبعتر يمين وشمال وتتفرفت من الايه؟ من الجلاش. تمام، هقلبه كده كويس عشان يتماسك. هحس برضو ان هو مش متماسك، هاخد شوية من الشربات بتاع كنت هقول الكنافة شربات الجلاش بتاعنا. تمام، معانا لفة الجلاش، معانا دلوقتي معلقتين كمان من الزبدة. حابة تعملي بالسمنة زي ما قلتلك اعملي. معانا السيرب اهوت او الشربات، خلاص هطفي عليه. ومعانا الزبدة هسيحها، وهندخل على ايه؟ على الجلاش بتاعنا. اخدنا برضو حوالي معلقة برضو من الشربات، وقلبناه كده على الايه؟ على الحشوة بتاعتنا عشان تثبتها، ولما نيجي نحطها في الجلاش ما تفرفتش معانا ولا تخرج منه. تمام، قلبي بذمة. جبنا كده الجلاش، لا الاول جبنا الصينيه الالومنيا بتاعتنا دي، وفرغنا فيها شويه من الزبده. الزبده بيكون فيها نسبه ميه، فما بتكونش تقيله زي السمنه. تمام، بس برضو عايز تعملي بسمنه مفيش مشكله، المتوفر عندك اعمليه. تمام، معانا لفه الجلاش كده، سيبناها لما فكت خالص عشان هي بقالها ايه؟ ياما في الفريزر متماسكه جدا، عشان ما تتقطعش وتتهدر منك، سيبيها لما تفك خالص. هنمسك اول ورقه كده ندهنها كده بالزبده بالفرشه، وهننزل بالحشو بتاعنا. هنعمل الحشو بتاعنا على لفه ورقتين مش ورقه واحده. تمام، ادي معانا الورقه التانية هندهنها. طبعا الحشو بتاعنا فيه زبده، واحنا دهنين اول ورقه هنبتدي نكمل كده اللفه بتاعتنا، وهندهن بقى الايه؟ الرول دوت بالزبده، ايه؟ هننزل بيه في الصينيه، وهكمل كله بالطريقه دي ورقتين. المهم اللفة دي طلعت معانا 11 ورقة، عملنا 5 مجوز، واحدة مفرد. الواحدة الأخيرة ديت طبقتها وعملتها، هتشوفها دلوقتي في الصينية الصغيرة ازاي بقيت الايه؟
الجلاش. تمام، والحشو بتاعها كان ما شاء الله كان موجود عندنا بوفيرة يعني. تمام حبايبي، متنسوش اللايك. تمام، ساعدوني باللايك يا جماعة. انتوا اخواتي وحبايبي. دلوقتي كملنا الرول التاني، وهنخش على التالت والرابع والخامس والسادس. ما شاء الله عملنا صينية كبيرة من لفة جلاش وشوية كنافة وحبة مكسرات باقيين من رمضان. هنقطعها كده سمبوكسات زي ما انت شايفة كده. وكمان بعد ما خلصناها دهناها كده بالزبدة عشان لما تدخل الفرن كده تطلع ايه، مخشفشة كده وحلوة وطعمها حلو كده وايه ومستوية من كل الجوانب. تمام، هنكملها كلها بنفس الطريقة دي كده تقطيع. هنكون بقى مولعين الفرن عشان يسخن وندخل الصينية بتاعتنا على طول، فتاخد اللون كده وتستوي وتبقى جميل. تمام، هدخلها في الفرن على الرف الوسطاني، مش على من تحت، لا على الرف الوسطاني عشان ما تتحرقش مننا، ده كلها زبد. معانا بقى الشربات كده فرغنا عليه ايه باكوين من الفانيليا عشان تبقى ريحتها حلو. خدت بس ايه يعني دخلت على السوا كده وهتبتدي تحمر، نزلنا بكوباية من اللبن عشان تديها طعم كده. اللبن طبعا اتشرب في ساعتها لانها سخنة جدا، اتشرب في ساعتها. حابة تعمليها تحط لها كوباية لبن، حابة مش حابة يبقى خلاص مفيش مشكلة، هنكملها بالطريقة بتاعتنا من غير لبن. خلاص طلعت من الفرن، اقسم بالله لونها تحفة، بس الكاميرا عندي ظلماها او الاضاءة مش حلو. هنزل كده بالشربات، اسقيها الشربات بتاعها الشربات المظبوط. خلصناها كده، يا جمالها يا حلاوتها، عملنا صينية، شوفوا بقى جمالها وحلاوتها وريحتها. هنخرج كده في طبق. عايزين ندوق يا جدعان ونشوف الطعم ايه. هي سخنة موحوحة، عايزة اقطعها بايدي بس مش عارفة، بس مش هتشتغل معايا الشوكة برضو. شايفين الظهر بتاعها متحمر ازاي، شايفين قطعتها